انا واثقه فيكي، اعملي اللي انت عايزاه. الكلمه دي انتوا مش متخيلين لما اي حد فيكم بيقولها لي بجد ممكن تعمل فيا ايه. اي كلمه زي دي ممكن تفرح اي حد، بس انا بالنسبه لي بحس ان انا في مسؤوليه اكبر واكبر واكبر عليا. الفترة الأخيرة مع انتشار أدوية كتير وحاجات كتير جدا للتخسيس وحتى كمان لحالات النحافة، بدأت أسمع جملة من حالاتي وهي اعملي اللي انت عايزاه، احنا واثقين فيكي، احنا مش هنسأل انت بتدينا ايه. الكلمة دي على قد ما هي حلوة على قد ما هي بتخليني في مسؤولية كبيرة جدا. أي حد عارفني عارف ان انا مش من محبي الأدوية أيا كانت هي ايه، مع احترامي لكل الشركات اللي ممكن يزعلوا مني. ولما بقرر ان انا همشي مع حاله في سكيدول معين بايا كان الدواء اللي بتاخده، بفكر ألف مرة مش مرة واحدة بس. يمكن هو ده اللي بيخليكوا دايما تقولوا لي احنا واثقين فيكي وعارفين انك هتدينا انسب حاجة. فانا عاوزة اقول حاجتين. اول حاجة عاوزة اقولها ان انا عمري ما بريكومند اي حقن او دواء لاي حالة الا ما بكون فكرت في الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وبكون فكرت في نقطة تانية مهمة جدا. الحالة دي لازم تكون عارفه كويس جدا البريكوشنز، وان الابيوز من الدواء ده حتى لو كنت انا قلت لها ان هو ابروفد والجايد لاينز معاه، ما ينفعش تقعدي من نفسك تستخدميه. وانس انت بطلتي معايا ما ينفعش ابدا تكرريه من نفسك. تاني حاجه، ان وارد جدا في اي وقت من الاوقات جايد لاينز جديده تطلع وتقول ان في ادويه ممنوع استخدامها، وده حصل في ادويه كتير جدا. في الوقت ده لازم نفتكر كويس جدا ان احنا كنا مع الجايد لاينز طول الوقت، وطول الوقت في ريسيرشز ممكن تقول انا مع الدواء ده جدا جدا جدا، وممكن يجي وقت نقول لا الادويه دي ما بقاش ينفع نستخدمها. الكلام ده مش على ادويه التخسيس وبس، الكلام ده ممكن يكون على المالتي فيتامينز، ممكن يكون على ادويه الصداع، على اي دواء في الدنيا. ما فيش دواء في الدنيا ملوش سايد افكت. اتمنى في الوقت ده لو حصل لاي دواء في الدنيا سواء مالتي فيتامين او اي دواء انا وصفته في يوم من الايام للحاله، اتمنى انها عمرها ما تقول ان انا ظلمتها بريكومنديشن. انا فكرت كتير جدا قبل ما انا اقولها لها. كمان درست وذاكرت وعرفت كل الجايد لاينز وعرفت كل حاجه عن الدواء ده. لو لسوء الحظ حصل اي حاجه غير كده، اتمنى ان عمركم ما تتضايقوا مني او تقولوا انت ما كنتيش عند حسن ظننا. بحبكم جدا.